اهلا اهلا، كي دايرين؟ شخباركم؟ صحتكم عظيماتكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. واخيرا الجزء الثاني من القصه ديال الاخت اللي عاودت لينا الحكايه ديالها وقالت لنا باللي سنين وهو خطفها. اكيد كلكم كتسائلوا كيفاش النهايه ديال هذه القصه، واكيد مشوقين تسمعوا الجزء الثاني. داكشي علاش ما غاديش نعطل عليكم، واللي باقي ما سمعتش الجزء الاول فضروري ضروري ضروري تسمعوا باش تعرفوا الحكايه علاش طالعه. بقاو معايا حتى النهايه. كيف ما قلت لكم، ملي حليت عينيا لقيت راسي في واحد الدار، ولكن هاد المره ماشي في العربيه، هاد المره في المدينه. كانت واحد خيتي الطوله ديالها تبارك الله قدها قد الجبل. غير انا هضرت معاها وبغيت نمد عليها يديا وهي صرفقتني، نساتني على القبله، وكانت كتعطيني الماكله غير من الباب وكتسورت عليا حتى ندوش دايرينو في ديك البيت. وباينه ما كنتش في دار عاديه، باينه شي فيلا وما عرفت اشنو. المهم باين داك الشيء كبير، حتى السرجم سادينو عليا، ما لقيت كيفاش ندير. المهم انا بحال اللي راني في لوطيل 5 ايطوال، الماكله كيجيبوها لي على الانواع، ولكن لا خروج لا دروج، محبوسه. المهم البنات بقيت هكاك واحد المده ديال 15 يوم بحال هكاك، ما كنتش عارفه بالضبط لانني اصلا ما كنتش كنحسب الايام. واحد النهار غفلت ديك الخدامه اللي كانت مقابلاني. المهم جابت لي الماكله، درت براسي كنتوجع، قلت لها حكا كلشي كضرني ما عرفتش مالي. قلت لها انا غادي نمشي نجيب لك الدواء ديال الحريق. ايوا غير هي جات خارجه وانا دفعتها وجيت هاربه. عرفتوا البنات، مع هي طويله تبارك الله قدها قد الجبل، طيحه اللي طاحت كتجي ستراف، ما جات تنوض تبعني حتى كنت كسلت هربت. عرفتوا داك الدار قداش؟ راه ماشي فيلا البنات، والله العظيم راه تكون فيها شي 2000 متر، وراه كبيره كبيره كبيره، عرفتوا الدوخي فيها. والمشكل انها خاويه، كنا فيها غير انا وياها. كنقول بسم الله الرحمن الرحيم، واش هذه انسانه ولا جنيه؟ حيت الدار خاويه، تصوروا ديك الدار كامله فيها غير انا وياها. انا غير فاش طيحتها كسلت، ما شفتش مورايا نهائيا، غير غاديه غير غاديه، منين ما بالي كنمشي حتى لقيت واحد الدروج هبطت فيهم. الهبطه اللي هبطت كنلقى الظلام، عييت نقلب على الضو باش نشعل الضو، ما لقيتش منين نشعل الضو. المهم هبطت في الظلام، بقيت غادي كنتختل حتى بان لي واحد الضو خرج من واحد السريجم، وديك السرجم الفوق تما عرفت انني راني في لاكاف. المهم تخبيت في واحد القنيته تما وسقعرت، قطعت الحس. ايوا يا البنات كنظن انها كانت كتقلب عليا ولكن ما لقاتنيش. المهم انا بقيت ساقره تما النهار كامل وانا تما، ما عرفتش اصلا واش كان الصباح ولا كان الليل. انا باش كنت كنميز ما بين الصباح والليل والغدا هي بالماكله، كانت كتجيب لي الفطور، كتجيب لي الغدا، كتجيب لي العشاء، عاد كنعرف واش انايا في الليل ولا في النهار. المهم ما كنعرف انا النهار باش كيدوز عليا. صافي كيف ما قلت لكم دخلت لديك لاكاف سقرت تما. والله الا دوزت واحد الليله في الجحيم، كانوا الفيران الطوبه تخشخيش، كنقول يا سيدي ربي شنو هذا الشيء، وحتى الضو ما عرفتش منين غادي نشعلو. المهم دوزت واحد الليله كحله زحله. ايوا داك النهار كنسمع غير الهضره والتقرقيب، الناس كانوا كيقلبوا عليا عارفيني ما غاديش نكون بعاد، غادي نكون هي تما في الفيلا، حيت كلشي مطرق كلشي مسدود، وهي الفيلا كبيره 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 بزاف، وفيها جوج ديال الديور. هادشي غادي نعرفو من بعد. فيها داك الفيلا الكبيره اللي كاينه، وكاينه واحد الدار كيسكنوا فيها الخدامه ملي كيجيو داكشي. المهم تبارك الله كبيره يحرك فيها الخير. صافي بقيت مخبيه تما حتى لواحد الوقيته ما عرفت شنو عضني، حتى داكشي نغزني طرت ربي اللي خلقني. هما الصراحه ما سمعوا غواتي ما والو، ولكن فضلت انني نخرج نشوف. قلت انا فيها وفي الخير غادي نخرج. شافوني حصلوني، هي هذه كنسلم امري لله وليهم. ما حصلونيش غادي نشوف كيفاش نهرب. ايوا يا البنات خرجت كنتخطل يلاه يلاه حتى كنوصل للجرده. غير وصلت للجرده وهما يخرجوا معايا، واحد جوج كلاب كانوا كلاوني، والله العظيم الا كانوا كلاوني. بقاو هاب 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 هما اللي فتحوني. صافي وهي تخرج ديك خيتي معها السيد اللي قلت لكم خطفني، السيد اللي كان خاطبني وما بغيتوش بسبب مرات عمي الله ياخذ فيها الحق. المهم هذا كيف ما شدني هو بجوج يديه، كتفني هكا عنده جبدني عنده، بقيت كنتفركل، شدني عطاني واحد التصرفيقه تقلب لي وجهي، قال لي من على هاد البساله هادي بركه من التفركيل، مالكي فين بغيتي تمشي، وشنو باغيه تصنعي؟ قلت ليه بعد مني ورجعني عند والديا ولا غادي ندير لك الشوها. قال لي شوفي راه تقدري تغوتي من هنا حتى لحمجتي، حتى شي واحد ما غادي يسمعك. وهنا عرفت ان ديك الفيلا عندهم خارج المدينه، يعني جايه غير مطرفه وكبيره، واخا طيح الروح ما كاينش اللي يجيب لك الخبر.
قال لي عرفتي الا ما درتيش عقلك انا نقدر نصفيها لك هنا وندفنك هنا في هاد الجرده ولا نعطيك الكلاب هادو ياكلوك. قال لي والله تيديروا فيك غير دغمه. المهم خوفني ديال بصح، مع انا جنوني في الكلاب والحشرات ما كنحملهمش. ايوا وليت سقرت، رجعوني للبيت اللي كنت فيه. صافي سولت عليا، سمعتو كيغوت عليا، قال لي مره اخرى ردي معاها البال. ما عرفتش انا هاد السيد علاش كان ناوي. كنت كنبكي ربي اللي خلقني وكنقول ليه بغيت والديا، انا توحشت ماما وبابا، بغيت والديا. كيقول لي سقري وسكتي، ما كاين والديك، ما كاين حتى شي حاجه، والديك نهار اللي تبغيهم دابا نديك لعندهم، دابا غير سكتينا. المهم شنو غادي نقول لكم، انا ما عرفتش والديا ديك الوقيته الحاله ديالهم كي كانت عليا، ولكن من بعد البنات غادي نعرف اللي ما غاديش تخيلوه وما غاديش يدخل لكم الدماغ ديالكم. صافي هي هذيك بقيت تقريبا شي شهر، يعني خراب بيامات زعما من داك الشيء. هو يقول لي يلا وجدي راسك. قلت لي فين غادي نوجد راسي؟ قال لي وجدي راسك. قلت لي فين غادي نوجد راسي؟ علاش غادي نوجد راسي؟ قال لي غادي تمشي تصوري. قلت لي علاش؟ قال لي ماشي سوقك، المهم غادي تمشي تصوري. قلت ليه واخا. ما عرفتش انا داك التصاور علاش باغي يديرهم ليا. المهم داني عند داك المصور، سمعتو كيهضر معاه كيوشوش معاه، صورني رجعني. كان دائما فين ما يخرجني كيدي ديك خيتي كتبقى شاداني. كنت كنقول غادي نغوت عند داك المصور ولا ندير شي ردة الفعل زعما يقدر داك المصور ينقذني، ولكن كان حلاف ليا في الطريق. قال لي شوفي قسما بالله العلي العظيم وبقيتي حتى درتي شي ردة الفعل حتى ندمك على الحياة ديالك. قلت ليه كيفاش؟ قال لي عندك يمشي يحسب لك راسك ذكيه وتغوتي ولا. قال لي شتي هاد المصور اللي داي كندو راه صاحبي وحبيبي، واخا تطلبيه وترغبيه، واخا طيحي له تما تموتي، المهم ما ديريش الشوهه على راسك، حسن ما غادي اللي غادي تشوفيه ما عمرك ما غادي تنسايه. المهم حضرني في الاول داكشي علاش درت عقلي وما قلت والو. قلت انا نتبعو والله المستعان، ما عندي ما ندير اخواتاتي. صافي داني صورني رجعني للدار. حاولت انني نهرب ولكن ما لقيتش كيفاش ندير. ديك بنت الحرام شيطانه ما كتحيدش عليا عينيها، مع كننبهها قال لي الا بقات تهربت ولا شي حاجه راه عمرك بين يديا. المهم كانت مركزه ليكم عليا فوق القياس، ما نقدرش نتمنى. تصوروا بغيت ندخل غير للطواليت، قال لي ممنوع الطواليت، حتى تمشي للدار وسيري للطواليت، ما كاينش الطواليت في الزنقه. المهم غير داني صورني رجعني للدار. صافي غير رجعت عاوتاني رجعت لنفس المصير ديالي. بقينا شي ايامات من بعد حاولت انني نرغبو. قلت ليه عافاك على الاقل ما تسرتوش عليا البيت، راني ما غنمشي فين. قال لي انت ما فيكش الثقه. قلت ليه علاش كتقول بحال هكذا؟ والله ما مشيت حتى شي بلاصه. قال لي المهم انا غادي نجربك ونشوف. قال لي شوفي كلشي مطرق، الصوار ديال الفيلا ما غاديش تلحقي باش تهربي منهم. الا زغبك الشيطان ومشيتي وبغيتي تعتبي الباب، المصير ديالك غادي يكون في الكريشه ديال الكلاب، غادي ياكلوك ماكله. المهم دبر راسك. انا الصراحه كنخاف من الكلاب، انا ما كرهتش انني نهرب وعييت نفكر في شي طريقه للهروب ولكن ما لقيتهاش، حيت غير كنخرج هكا مع الباب ديال الفيلا هما كيبقاو ينبحوا فيا حتى كندخل بحالاتي. ولكن هذيك خيتي دايره بحال داك الامن الوطني، عرفتو، عينيها غير عليا، ما كتحيدش عينيها عليا نهائيا، بحال شي مخازنيه. المهم ما كنتش كنقدر نتزعزع لها هكا ولا هكا. حتى النهار اللي كان مسافر قال لي انت ردي البال وهاد المره غير دخليها البيت وسقطي عليها الباب. قلت ليه واخا سيدي. عييتي قلت ليه خليني، مالك داير بحال هكا؟ قال لي لا انا غادي نمشي ندوز شي ايام وغادي نرجع، ولكن هاد المره فاش غادي نرجع غادي تكون حاجه واحده اخرى. المهم رجعت لنفس البيت نفس المصير. كنت كنضل نبكي ما نكذبش عليكم، ما عرفتش والديا كيفاش كانت حالتهم بلا بيا. المهم كنت كنفكر غير فيهم هما، وقلت انا كيفاش واقع ليا. انا كان عرسي في ديك الايامات، والديا مساكن راهم غادي يتسطاو عليا، اما ولد عمي علم الله شنو راه دار وراه يحسب له غير انا هربت منه ولا ما نعرفت. المهم كنت نهار ومطر وانا كنبكي. المهم هاد السيد بقى تقريبا شي 10 ايام هو يجي. هاد المره فاش جا ما جاش بيديه خاوين، جا معاه واحد السيد تبارك الله عنده واحد اللحيه حتى وصرته. المهم هاد السيد باينه فيه مسكين قريب لله، عرفتوا الوجه ديالو النور منه. كان جابو معاه من الخارج، يعني ما كانش في المغرب، هاد السيد هذا جا من الخارج وجا على ودي انايا. فاش جا عاد غادي نعرف علاش جا والسبب ديال المجيء ديالو. انا اول ما جا عندي وقال لي راه جا واحد السيد غادي يدير لك الرقيه الشرعيه، اللحم ديالي بورج والشعر ديال راسي وقف لدرجه ما قديتش نمشي نشوف فيه،
حيت الصراحه قبل ما نمشي نشوفو حسيت بالبدن ديالي كله كيترعش عليا، بقيت نرجف ما نكذبش عليكم. ايوا غير هو وصلني عنده يلا شتو جات عيني في عينه وانا نطيح من السما للارض. بديت كنغوت على ما كانت كتعاود ليا ديك السيده اللي كانت كتراقبني. المهم بقى كيقرا عليا، اما انا قالت لي راه قتلتي راسك، قالت لي انا والراجل والفقيه كنشدوك وما صارعناكش. المهم هنا عرفني الفقيه انني عندي شي سحور اللي خطير بزاف، عندي المأكول والمرشوش، جميع انواع السحر دايرينه ليا، وداروا لي الكره ما بيني وبين داك السيد اللي كان خاطبني في الاول، وداروا لي المحبه ما بيني وبين ولد عمي والام ديالو باش نولي نبغيهم. المهم هادشي كانت كتعاودوا ليا ديك السيده، ولكن بيني وبينكم ما تيقتش، وداك الشيء هذاك اللي كان فيا كان مجهد. هاد السيد هذا اللي كان كيدير لي الرقيه جا على حسب باش يدير لي الرقيه تقريبا 15 يوم، ولكن سبحان الله العظيم فاش كتعكس الامور الغد ليه جا الخبر بلي باه توفى، وكان ضروري خصو يرجع لديك الدوله فين كاين راجلي، يعني هو جاي من تما والديه كاملين كاينين تما. رجع في الطياره اللي جابته قال لي ما كذبش عليك، انا الوالد ديالي توفى خصني نمشي، ضروري خصني نمشي. مشى وسمح فيا ما كمليش الرقيه، ولكن هاد السيد هذا اللي خطفني بقى فيه الحال، قال لك شتي كون بقى كون عالجك. انا كنت رافضه العلاج تماما، قلت ليه غير خليني انا ما فيا حتى شي حاجه. كيقول لي واش انت ما فيك حتى شي حاجه وانت قتلتي راسك قتلتينا معاك، ما يمكنش ما فيك حتى شي حاجه. المهم خلاني ورجع مني جا عاوتاني حتى هو قال لي حتى يكون مسالي السيد وغادي نجيبو عاوتاني ويجي يسالي المراسم ديال العزاء، وداك الساعه ورجع معاه. صافي ملي مشى كمل المراسم ديال العزو هذاك ما بغاش يولي معاه، وقال له هذاك الشيء اللي في هذيك السيده هو اللي انتقم ليا من والديا، وهذا الشيء هذا راه كامل عاودوه له خوتو، قالوا ليه بانا كان صحه سلام تلقيناه كيتخبط ربي اللي خلقو، وكانوا وقفوا عليه في المنام وكانوا قالوا ليه الا ما بعدتيش مع هاد السيده هذه راه غادي نديروا لك ونديروا لك، ونفس المصير اللي لقاه باك غادي نديروه لعائلتك كامله. وهنا السيد خاف وترعد، وخا الصراحه الانسان قاري وواعي ولكن الايمان قليل، وخا راقي تبارك الله متمكن، ولكن في اخر لحظه ضعفوا داكشي اللي كان فيا. المهم انا غادي نفرح حيت هاد السيد ما غاديش يرجع يدير لي الرقيه، ولكن باش يلقى شي راجل متمكن راه صعيبه بزاف. المهم بقيت واحد المده بحال هكذاك حتى لواحد النهار فين قال لي راه غادي يجيو شي ناس وغادي يعطيوك تمضي على شي ورق نمضي عليهم بالسكات. قلت ليه اين ورق؟ قال لي ما تسالك انت ماشي سوقك. فعلا الله غد ليه شاو شي ناس، شاو 3 ديال الرجال بقاو كيكتبوا في شي ورقه هكا كبارين في واحد الدفتر، بداو كيكتبوا من هنا لهنا لهنا، عطاوه هو مضى، عطاوني انا مضيت. قلت ليه علاش انا سينيت؟ قال لي انت ما كيهمكش صافي مضي وسكتي. من بعد غادي يهز راسو وغادي يمشي. هاد المره غادي يعطل 3 شهور اخواتاتي وانا تما مع ديك السيده. بيني وبينكم وليت انا وياها صحابات، وليت كندخل انا وياها الكوزينه كنوجدوا شحال من حاجه، ولينا انا وياها صحابات، كتعاود ليا على حياتها كنعاود ليها على حياتي، بزاف ديال الامور. واخا تبارك الله كانت خدامه وقاصحه، ولكن والله العظيم من الداخل ديالها واحد القلب عندها الا بحال الدراري الصغار. مسكينه شحال عاودت ليا ديال الحوايج وقعوا ليها في حياتها، تقول اخ من هاد الدنيا واخ ما يجي منها. المهم ولينا انا وياها صحابات، ولكن كل نهار تقريبا كيصوني عليها وكيسولها عليا. اما انا فاش كيبغي يهضر معايا ما كنتش كنبغي نجاوبو، كان كيعيا معايا كيقول لي غير جاوبيني، كنت كنشد التليفون على ودني وما كنبغيش نجاوبو. المهم كان كيهضر معنا غير من الفيكس. بقينا داك المده ديال 3 شهور حتى لواحد النهار جا هو فرحان وعجبو الحال، قال لي المهم وجدي راسك راكي غادي تسافري معايا. قلت لي فين غادي نسافر معاك؟ قال لي انت ماشي سوقك، انت غادي تسافري معايا وصافي. المهم حوايجك راهم غادي تجمعهم لك السيده، والشي الاخر الباقي الاخر عليا انا، انت وجدي لا غير راسك. بقيت كنبكي. قلت لي فين غادي تدينا؟ انا بغيت نمشي عند الوالد والوالده وحشتهم. قال لي غادي تشوفيهم ياك هي والديك غادي تشوفيهم، غير صبري معايا غير شويه. قلت له ولكن فين باغي تديني هاد المره؟ قال لي لا غادي نديك لواحد البلاصه زوينه وغادي تعجبك. قلت له ولكن انت علاش حابسني هنا وعلاش خطفني؟ انا دابا راني مزوجه. قال لي راني عارف. واش انا قلت العكس؟ راكي مزوجه وشبعانه زواج. قلت له طلقني نمشي بحالاتي، يعلم الله شنو راهم ردوا فيا، وعندك غير الوالد يحسب ليه انايا هربت بخاطري. قال لي شوفي انت كاع ما تعمري راسك حتى بشي واحد، انت دابا عمري راسك غير بيا انايا. قلت ليه كيفاش؟ قال لي لا عمري راسك بالصفر وصافي،
وسكتينا بركه من الهضره، راك كينكر بزاف. المهم بقيت كنبكي ناض سمح فيا ومشى. لغد ليه قال لي واش راكي واجده؟ قلت ليه راني واجده. كنت لابسه حوايجي وكنتسنى. السيده الاخرى كانت جمعت لي الحوايج حيت هو كان شرا ليا كلشي الصراحه. درت 12 ديال الليل قال لي يلاه سيدي قدامي، داني في الليل اصلا ما عرفتش راسي حتى فين انا. المهم مشينا واحد المسافه طويله تقريبا شي 4 ديال السوايع. انا نعست وفقت ونعست وفقت ولقيت راسي عاد غاديه معاه، هو اللي كان صايق. حتى وصلنا لواحد البلاصه كبيره، البرد 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 البرد، واحد البرد ديال بنات السم، القطيعه ديال البرد. واخا كنت انا لابسه حوايجي ولكن ما نكذبش عليكم كنت كنقفقف في التقفقفه ديال الخوف والتقفقفه ديال البرد. فين دايني هاد السيد الله اعلى واعلم، انا براسي والله ما كنت عارفه. حتى لقينا واحد السيد شد عليه الشواط. المهم دخلنا، انا غاديه موراه، هو كيقول لي زيدي تحركي، خايفني غير لا نهرب. المهم حاضي معايا بحال حاضر القط. بقينا غاديين وحنا ندخلوا لواحد البلاصه كبيره فيها الناس هازين الشوانط ديالهم سيكانهم هازين باسبوراتهم. وهنا عرفت بلي انني في المطار والسيد غادي مسافر بيا. غير هو دخلني ديك البلاصه وشت قوه الناس، شي خارج شي داخل، لا. وانا قلت ليه فين غادي بيا؟ حنا فين غاديين؟ قال لي يا سيدي وسكتي مالك مزروبه على رزقك. قلت ليه قول لي فين كاينين وفين غادي نمشي، ولا انا غادي ندير يدي في الدنيا وما نجمع عليك الناس كاملين. قال لي شوفي ديري شي حركه ماشي هي هذيك راه ما غادي تلومي غير راسك. قال لي انا بفلوسي نقدر ندير اي حاجه وانت اللي في الاخر غادي تصدقي والو. قلت ليه كيفاش؟ قال لي زيدي وسكتي وما ديري حتى شي حركه. المهم بقيت تابعه وانا كنرجف ربي اللي خلقني. واحد شويه هو يزول الجاكيطه ويقول لي هاكي لبسي هذه وانت تقفقفي بالبرد. المهم شديت هذيك الجاكيطه درتها عليا ولكن مازال فيا البرد، عرفتو كنحس بالمصار ديالي من الداخل كيغوتوا بالبرد. صافي بقينا واحد نص ساعه، مشينا دخلنا للطياره. كنقطع المسائل ديالو، قاد الباسبورات، المهم قاد كلشي، عيطوا لينا باش دخلنا. صافي دخلنا لقى الطياره غادي تقلع. المهم ما جاي يصبح علينا الصباح، صافي حتى كنا ضربنا نص ديال الطريق يوم نزلنا حتى لواحد المطار. هاد المطار ديال هاد المره هادي نبدل على المطار اللي كنا فيه. المطار اللي كنا فيه في المغرب كان باين ديالنا حنايا ديال المغرب، فيه المسلمين فيه العرب فيه، ولكن المطار اللي نزلنا فيه باين ناس وقور، عرفتو ما كاين غير كل واحد باش كيهضر. المهم واحد العالم بادل ومختلف بزاف، وانا كنقول ليه غير فين راحنا. كيقول لي صبري انت غادي تعرفي فين حنايا. صافي تما عيط في التليفون، استقبل واحد السيد تعانق هو وياه. طلعنا في الطوموبيل، سلم عليا هكا غير براسو قال لي السلام عليكم مرحبا بك. قلت له اهلا وسهلا. طلعنا في الطوموبيل بقى غادي فيا، انا كنقول له فين غاديين؟ هو كيقول لي سكتي مالك فيك الهضره بزاف. صافي توصلني لواحد الدار، واو على دار كي دايره، ماشي دار راه بحال شي قصر. والمهم هنايا غادي نشوف عائله السي الراجل اللي غادي يكون راجل بطبيعه الحال. المهم كاع الناس اللي كانوا جاو خطبوني في الخطابه، كاع الناس اللي شفتهم في الخطابه هما اللي بانوا ليا في داك الفيلا. ما نكتبش عليكم فاش شافوني هما كاملين كيعنقوا كيفرحوا بيا وانا غير مصممكه. عرفتو درت واحد ردة الفعل غريبه لدرجه انني ما هضرت ما نطقت ما والو. وحده تعنق وتلوحني للاخرى، الاخرى تعنق وتلوحني للاخرى. ناري هاد الناس مالهم معايا؟ هادو هما الناس اللي كانوا جاو خطبوني وداروا لي الهمه والشان وكبروا بيا، وفي الاخر قلت لهم انا ما بغيتش ولدكم. هادو هما الناس اللي بدلتهم بولد عمي. المهم هاد الناس هادو كانوا عارفين شنو واقع ليا. صافي هاد السيد خلاني مع مو، قال لها انت امي عندك تمشي تهرب ليك. قالت لي واش هي حمقى تهرب؟ صافي راه دابا في الامان والضمان. تما غادي تشدني الام ديالو عاد غادي تبقى تهضر معايا. المهم قالت لي شوفي ما تخافي حتى شي حاجه، ان شاء الله غادي نعاود لك كلشي وغير بلاتي عليك، وما تخافي حتى شي حاجه، انت راكي عند العائله ديالك الثانيه. صافي ناضت قالت لي هانتي نوضي دوشي كولي وسيري ترتاحي، ما تخافي حتى شي حاجه، غير تحسي براسك ارتاحيتي من الصفر داك الساعه قولي لي انا ارتاحيت وغادي نجلس ونعاود لك كلشي. فعلا غادي ندخل ندوش وانايا مبكومه مصدومه، ما عرفتش اصلا مالي علاش وقع ليا داك البلان كامل. واش تفاجات حيت لقيتهم كاملين تما؟ اصلا اللي كان كيحسب لي بلي الدري بوحدو اللي كيمشي للخارج
وما حسبليش كامل العائله ديالو كاينه تما. هذه من جهه واحده اخرى داك الاستقبال اللي داروا ليا كانوا كينتظروني الصراحه. المهم عطاوني دوشت، لبست حوايجي، كليت معاهم الصراحه، موجدين على قبلي شحال من حاجه. نضتني لواحد البيت تبارك الله غزال. قالت لي هانتي بنتي دخلي وارتاحي مع راسك، عندك ديري شي تصرف ماشي مزيان، انت راكي بنت مؤدبه وتبارك الله مربيه ومخلقه، ما بغيناش كاع ديري شي تصرف ماشي هو هذاك. كنقول لها براسي غير دخلت الناس، ولكن البنات ما بغاش يجيني الناس في الاول. كنقول انا هاد الناس شنو تحت راسهم، علاش داروا معايا بحال هكذا، علاش هاد السيد خاطفني، شنو تحت راسو. المهم داك التساؤلات كاملين ما لقيتش ليهم جواب، وقلت ربما انا كنحلم. والله يا البنات ربما دابا انا كنعاود لكم غادي تجيكم قصتي فشي شكل وتقولوا هذه باينه كتخربق علينا ولا جايبه هاد القصه من راسها ولا ما عرفت. قسما بالله البنات الا راني عايشه هادشي اللي راني كنقول لكم عشتو بحال شي مسلسل او بحال شي فيلم. قسما بالله لحياتي كامله، وهادشي كامل اللي عاودت لكم داز فيها، وانا عاودت لكم غير الاختصار. اما الا جيت نتعمق لكم شي حوايج راه خصني 7 الاجزاء وما نساليش. المهم هي هذيك قلت لكم بزاف ديال التساؤلات كنت كنطرحهم على راسي وما لقيت ليهم الجواب. في الاخر استسلمت للنعاس. نعاس البنات، نعستو اول ليله من بعد ما خطفني هذا السيد هذه المده كامله. عاد بدا كيجيني النعاس، عاد استحليت النعاس، واخيرا غادي النعاس وانا فرحانه، وانا ما عرفتش علاش قلبي كيفرفل من الداخل. كاين واحد المزيج ديال الخوف ديال الفرح، ما عرفتش انا هاد الناس حسيتهم بحال قرابين ليا، بيني وبينكم بحال شفت عائلتي. المهم نعست لغايه لي في الصباح ما فيقني حتى شي واحد، خلاوني اتفقت على خاطري، وكانت الساعه شي 11:30. صافي غير فقت سلمت عليهم. قالت لي واش تفطري ولا دوشي؟ قلت لها لا خالتي ما فيه لي دوش. قالت لي واخا. حطوا لي الفطور، عرفتوا مال الدواء طب من الماكله. المهم قالت لي ها انت بنتي فطري كولي حتى تشبعي وما تلقي راسك باغا تهضري قوليها لي ونهضروا انا وياك. صافي فطرت وانايا بزاف ديال الاسئله في دماغي باغا نسولها. المهم فاش ساليت قلت لها صافي انا مستعده، دابا خصك تعاودي لي شنو كاين بالتفصيل الممل. قالت لي شوف بنتي داك الاسئله كامله اللي راه كدور لك في عقلك راه عندي كلها عليها الاجوبه، ما تخافي حتى بشي حاجه وبلا ما تسولينا انا غادي نجاوبك. قالت لي اول حاجه ولدي راه ما خطفكش غير من ديتو لراسو. قلت لها بمعنى؟ قالت لي ما تصدميش وما تخلعيش غير باش نطمئنك من هاد الناحيه، والديك راهم هما اللي شجعوه باش يدير هاد الخطوه. قلت لها كيفاش ما يمكنش؟ قالت لي اييه لا يمكن ونص، حيت الاب ديالك هو الوحيد اللي كان حاس ان ديك ردة الفعل اللي درتي وقبلتي بولد عمك بديك الطريقه هذيك والحلفه اللي حلفتها فيك مرت عمك عرفها انها ضربت لك الضربه، وباش يخلصك من داك الزواج كامل وباش ما تدخليش داك الحرب معاهم وتزوجي بولدهم ويديروا فيك داكشي اللي بغاو. الوالد ديالك راه هو اللي اقترح على ولدي يدير هاد الخطوه هذه. قالت لي ثاني حاجه انت ولدي قدر انه يطلقك من ولد عمك لانهم ناضوا قلبوا الدنيا عليك وقالوا البنت هربات وداروا بزاف ديال الحوايج. قالت لي ولكن باك لعبها خفيف صافي قال لهم داكشي اللي جمعنا معكم افرقنا طلقوك من السيد. قالت لي الوقيته اللي طلقوك قالت لي شوفي حيت انتي طلقك قبل ما يدخل بك يعني ما درتيش العده غير طلقوك. وقالت لي كان ولدي هو اللي وقف مع باك باش خدالك الطلق ديالك، وراه ولدي عقد معك والنهار اللي جاب لك داك 3 ديال الناس راه هذوك العدول وواحد فيهم كان شاهد على زواجكم. قالت لي ما بغى يقول لك حتى شي حاجه وقال لك انت غنبديو سكسي لان عارف راسو شنو كيدير. قالت لي ولدي دارك الباسبور وجا لهنا ودارك التجمع حيت ولدي تبارك الله عنده الجنسيه وكان مزيود هنايا. قالت لي ملي بغى يدير لك التجمع مع عنده خدمه زوينه عنده الدار الحمد لله عندنا كلشي خرج لك كلشي دغيا، كان دار محامي وعطاه زباله فلوس باش يقدر يخرج لك التجمع بالزربه. داكشي علاش جيتي تقدر في هاد الايام القليله. قالت لي اما نتيا كون راكي مازال تما في المغرب. قالت لي وحنا هادشي كامل درناه الوالدين ديالك في خبارهم. قالت لي ونزيدك واحد الحاجه، النهار اللي كنتي في المطار تما ديال المغرب راهم امك وباك راهم كانوا حاضينك من البعيد وراهم كانوا كيشوفكم من البعيد ولكن ما قدروا يقولوا والو، صبروا وحيت عارفينك غادي للامان.
صيفطوك لهنا خوفا عليك من داكشي اللي مجدالك مرت عمك، حيت راه غير كتحلف فيك وكتقول لهم الا بقات حاجات ندير ليها ونفعل ليها ونترك ليها. ما نكذبش عليكم البنات، بقى فيا الحال بزاف بزاف بزاف، هي كتعاود ليا وانا كنبكي نبكي نبكي نبكي. واكثر حاجه بقى فيا الحال هي من والديا، وهي خواتاتي والديا اللي كان عندهم الخبر على داك الشيء كامل وانا ناعسه على ودنيا. تصوروا كنت نهار مطل يا خواتاتي وانا كنبكي وباغا نشوف غير امي والاب ديالي باي طريقه. هما اللي مخططين لهذا الشيء كامل وما على بالهمش بيا. صافي طلع ليا الدم وبقيت كنبكي لدرجه انني نط سمحت فيها ومشيت للبيت ديالي، بقيت نبكي 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 نبكي. خلات نتهدن، جابت ليا واحد الكويس فيه واحد العصير مخلط مع العسل، قالت لي انت عصير بالعسل باش يهد لك العصير ديالك شربيه وفاش تهدني داك الساعه نكملوا هضرتنا. شديت داك الكاس اللي يسمح لي منها ولحتو عليها، ما درت ردت الفيل. قالت لي ماشي مشكله بنتي، انا عارفاك بلي انت متوتره وهذا الشيء اللي داز عليك ماشي ساهل. المهم انا بقيت كنبكي، قلت علاش زعما يديروا لي بحال هكذا. صافي انا بغيت ولد عمي، علاش هما ما بغوش يفهموا هذا الشيء، مع العلم ديك الوقيته مازال مأثر فيا ديك السحر. صافي هي هذيك السيد فجأة عرفني انني عرفت الحقيقه، باغي يهضر معايا. تم درت فيه، قلت ليه الله يرحم لك الوالدين قلب عليا، وهذا الشيء اللي درتيه ماشي ديال الرجال، وإلا كنتي خديتيني بالسيف انا والله ما غادي تشوف حاجه مني، وانا راه ماشي ديالك، كون هاني. قال لي ماشي مشكل، انا نصبر ان شاء الله حتى تقرري نكون ديالك وتكوني ديالي وديك الساعه يكون خير. بقى كيضحك. بيني وبينكم ديك الوقيته السيد كان كيبان ليا بحال شي وحش، مازال ما كنحملش فيه الشعره، ومازال داكشي اللي ندار ليا مأثر عليا، وباينه داكشي كان كيتجدد ليا. هنا غادي يهضروا بعضياتهم، غادي يعرفوني انني مازال مأثره بالسحر والشعوذه. وديك الرقيه اللي دار ليا داك السيد اول مره صراحه ما جابت معايا حتى نتيجه. كون كنكمل لي على الرقيه يمكن، اما انا صافي درت مره واحده، هذاك صافي خاف على راسو بعد. صافي عاوتاني بدينا في الرحله ديال العلاج. قالك لالا غادي نجيبوا لك واحد الراقي كيكون فرنسا، غادي نمشيو نجيبوه وغادي نجيو. فعلا مشاو جابوا داك الراقي، ما بغيتوش يرقيني. كنت كنتفرك ربي اللي خلقني وقلت لهم ما بغيتوش. قبل ما يوصل كنت دايره لهم الروينه في الدار، قلت لهم ما بغيت شي واحد يحط عليا يدو يقرا عليا القران. قالوا لي لالا السيد ما غيحطش عليك يدو، غادي يقرا عليك غير من البعيد، نتيا غير خليه يقرا عليك. ايوا جابوه لي عاوتاني، غير انا شتو انا نطيح. بداو كيعاودوا ليا، قالك عاوتاني درت لهم الروينه، وكنهضر غير بمرات عمي. صافي هما كانوا متاكدين ان مرات عمي هي اللي دارت ليا داك الشيء وهي سببي في عذابي. تصوروا ما خلاو ما جابوا لي الراقي اللي كيجي يرقيني، عرفتو كيهرب كيقول لهم مره اخرى غير ما تعيطوش عليا، واخا تعطوني مال الدنيا ما نقدروش نقربوا ليها. تصوروا واحد النهار جابوا لي 3 الرقاد دقه وحده، كانوا كيتعاونوا عليا، شي شادني شي كيقرا القران. ايوا هادوك هما اللي غادي يجيبوا لي ما يبقاش. شهرين اخواتاتي، شهرين 3 المرات في السيمانه كندير الرقيه الشرعيه، شهرين وانا في العذاب الشديد. تصوروا كانوا كيشدوني كيقراو عليا. كان معايا راجلي كيقول لي راه والله ما كيضربوك، ولكن انا كيفاش كنلقى اللحم ديالي والصبابع يا البنات، الصبابع ديال اليدين مصورين في الجسد ديالي كامل. كنت كنقول ليه كتجيب لي الرجال كيتكرفسوا عليا وكيضربوني، وكيقول لي قسمت لك فمي بالله ما كيضربك شي واحد، ولكن انا ما بغيتش نثق. حتى الوقيته اللي غادي يجيب التليفون وغادي يبقى يصور، الوقيته اللي كانت عندي الحصه ديال الرقيه بدا كيصور. قال لي ياك هانتي دابا ما في الجسم ديالك والو. قلت ليه ما فيا والو، داك الزرقيه مشات. قال لي ودابا هما غادي يجيو يقراو عليك وغادي نصور لك، وإلا نظهر ضربوك انا نخلص الحق، ومن بعد شوفي اللحم ديالك واش غادي تبان زرقاء ولا لا. فعلا هما كيديروا لي الرقيه وهو كيصور، هما كيديروا الرقيه وهما كيصور، هو كيصور. اول مره غادي يعز عليا راسي، حيت انا فاش كنت البنات كنطيح ما كنت كنعقل على والو، غير هما اللي كانوا كيعاودوا لي شنو كنقول كيفاش كنتركب. صافي هي هذيك ملي داروا لي الرقيه وصور لي داك الرقيه كامله تفرجت عليها. الرقيه دامت 1:30 تقريبا، ما قطعت حتى جزء منها. قال لي كيف ما بديت لك هاني باقي كنصور حتى غادي تسالى وشوفي واش ضربك شي حد ولا حط عليك شي حد يدو. هما كانوا كيشدوني بالمساعده ديالو هو، ولكن انا الضرب كان كيكون عندي في الممصاص ديالي، الضرب عندي على صدري، عرفتو حتى من الحناك ديالي كنلقاهم مضروبين بالسقل، يعني ماشي البلايص اللي كيشدوني بيديهم.
فعلا فاش كانوا كيشدوني بيديهم كانوا كيقصحوني وكيخليو لي لي طراس، ولكن الضرب هذا عندي ضرب يعني بحال كيجي شي واحد هكا ويصرفقك على ما فيه من جهد، لدرجه ان الوجه ديالي والله الا كان كيكون فيه لي طراس ديال التصرفيق، زائد الجسد ديالي فيه لي طراس ديال التصرفيق والكطاطف. الكطاطف تقولوا نتوما دايزه في الحرب العالميه، تقولوا انا راجلي كيشدني كيصوتني. ايوا موراها لغد لي صبحت كلي زرقاء اكثر من داكشي اللي كنت كنشوف شحال هادي. ولكن واخا هكاك هاد المره انا اللي كنت باغا ندير الرقيه وبغيت يتحيد مني داكشي كامل، حيت داك التسجيل كامل اللي وراني لراجلي كيشت راسي كيفاش كنتعذب وكيفاش كنطق بمرات عمي، صافي عرفت راسي انني واكله الدق ديال بصح. بقاو معايا شهرين ونص كما قلت لكم، وانا كناكل الخبط وانا كناكل العصا، ماشي من عند الرقات ولكن هذاك الجن اللي كان خادم ديال السحر. ولكن بيني وبينكم حتى شي حاجه ما نفعت فيا، كنت كنرتاح شويه ولكن مازال على حالي، مازال ما كنبغيش هذا السيد هذا اللي كنت باغا اللي كان خطبني وما كنتش باغا نتزوج به وبدلته بولد عمي واللي من بعد خطفني. مازال كيبان ليا بحال شي جن، مازال ما كنحماش فيه الشعره، مازال هو كيقرب مني وانا كنقول له بعدني. صافي بقينا هكاك. من بعد غادي يحبس ليا الرقيه، كنت غادي نحماق غادي نتصدى، كنقول ليه عافاك فلان خليني غير نرتاح شويه، صافي راني ما بقيتش قاده. صافي من بعد قال لي واخا غادي ترتاحي واحد الشهر ولا ونعاودو عاوتاني نكملوا داكشي اللي كان يكمل ديك الشهر. عاوتاني جاب لي رقات وحدين اخرين، ولكن مازال الحاله ديالي صعيبه بزاف. من بعد قلت ليه بغيت نطلب منك واحد الطلب. قال لي شنو هو؟ قلت ليه بغيت نمشي للحج. بقى كيضحك قال لي الحج دقه وحده. قلت ليه المهم نمشي لديك الارض السعيده لعل وعسى ربي يفك الكربه ديالي. قال لي ما هذه خطه من الخطط ديالك ولا شي جنين راه كيريح عليك. قلت ليه خلاص. فعلا البنات كنت حلمت راسي في العمره وشاده في الكعبه وكنبكي كنبكي كنبكي كنبكي، وهو يجي عندي واحد الراجل لابس كلشي بيض، هو قال لي شربي شويه من الماء وكل شيء غادي يمشي ان شاء الله، وشربي بنيه الشفاء. ملي عاودت له داك الحلم قال لي ما طلبتي غير الواجد، صافي ريق ليا المسائل ديالي مع تبارك الله ميسر عليهم الله، اي حاجه بغيتيها تحلي عليها فمك تلقايها. المهم فضلت تقريبا 15 يوم ما كاملاش، لقيت راسي بلي السيد قضى عليا العمره انا وياه. وفي الاول ما بغيتش نمشي معاه، قلت لي انا ما نمشيش انا وياك الراس في الراس. في الاخر قال الوالده ديالو واش تمشي معنا، قالت ليه نمشي معاكم. مشينا بثلاثه بينا انا وياه والوالده ديالو. صافي مشيت للعمره ما نكذبش عليكم، اجمل احساس ممكن الانسان يحسه في الحياه ديالو هي الرؤيه ديالك لديك الكعبه الشريفه. بقيت كنبكي جاني واحد الانهيار عصبي لدرجه الام ديالو هو شادين فيا وانا كنبكي كانوا كيحسب ليهم صافي غادي نطيح، ولكن ما طحت ما تركلت ما والو. بكيت 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 بكيت، قلت لهم وريوني غير زمزم، بغيت نشرب ماء زمزم. فعلا داوني للبلاصه فين كيشربوا الناس، بقيت نشرب. الناس اللي كانوا تما بقاو كيشوفوني بديك الطريقه كنشرب بديك اللهفه، بقاو غير كيشوفوا ما عرفوا باش تبلاو. كنشرب وكنبكي الا ما شربتش البنات غنكون شربت واحد 5 يطرو وما حسيتش. قالوا لي كنتي كديري بحال المجنونه. انا كنشرب وكنزيد وما قنعاش، بقيت نشرب في الاخر بديت كنتبوع نتقيه. وشنو كنتقيه يا البنات؟ كنتقيه بحال التخت القهوه وش الزغب الشعر. المهم لا راجلي ولا امي بقاو غير كيشوفوا. جاب الله واحد السيد شيخ كيقرا تما القران، صافي شافون الناس تجمعوا عليا شافوني في ديك الحاله، جا لقاني هكاك صافي عرف داكشي زعما سبب السحر، بدا كيقرا عليا يقرا ما طحت ما والو غير التقيه. ما نكذبش عليكم راه تقيت المصارن ديالي تقيتهم. راه فاش كنت كنتقيا يا خواتاتي راجلي بدا كنحسو كيترعد كيقول لمو غادي تموت، امي غادي تموت، امي راه غادي تموت. كتقول لي ما غادي تموت ما والو ان شاء الله، غير سكت خليها التقيه. كتقول لي زيدي تقيي. المهم واحد الحاله ما نكذبش عليكم ساعه وانا فمي على الارض ما هزيتوش، صافي تتقيت كلشي، غير تقيت سخفت مشيت. هزوني شرويطه ما عارفاش راسي من رجليا، صافي مشيت غيبت ما فقت حتى الغد ليه. عرفتوا البنات فاش فقت لقيت راسي مرتاحه واحد الراحه ما نقول لكمش، حتى في الوجه ديالي تبدلت، النور رجع في الوجه ديالي سبحان الله العظيم الكريم. ديك المقام الشريف ما كاينش بحاله في الدنيا.
المهم نعاس صافي كيف ما تغمى عليا بقيت هكاك حتى الغد لي عاد فقت. ملي فقت لقيت راسي جيعانه الكرش ديالي كتقطع بالجوع. كيما فقت قلت لهم ناكل، جابوني الماء، جابوا لي الماء ديال زمزم، قالوا لي شربيه على الريق. شربت، بقيت عاوتاني نشرب. حاولت انني نتقيا، كان كيطلع في قلبي حتى الفوق ويرجع. صافي ما عندي حتى شي حاجه في كرشي اللي غادي نتقياها. كنظن انا داكشي كامل اللي كانت موكلاني مرت عمي الله ياخذ فيها الحق صافي خرج. ايوا غير كليت وانا يجي بالي الحاجه وحده. قلت لهم بغيت ندوش، وبغيت ندوش بماء زمزم. صافي هي هذيك. قالوا لي جاتك، جابوا لي الماء، قالوا لي غادي تدوشي. مشى راجلي جاب الماء هو والام ديالو من ديك الروبينيات اللي كاينين تما في الحرم، عمروا لي بزاف ديال القراي وجابوهم. واخا هما كيقول لك راه الماء كله ديال زمزم، راه كله الماء اللي داير بالكعبه راه ديال زمزم. مع حنا كنا واخدين واحد لوطيل غير قريب تما، ولكن لا، هما جابوا لي الماء من زمزم، جابوه لي، عمروا لي الماء جديد، جابوه لي، قالوا لي هاكي دوشي. بغات عكوزتي تسخن ليا، قلت لها لا 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 لا, لا ما تسخني ليش، انا عطيهني هكاك. بقيت كندوش به بارد. الناس اللي مشاو للعمره راه تبارك الله داك الماء كيخرج بحال راه في الثلاجه في الفريكو، بارد هكاك دوشت به. تصوروا كنكبوا عليه وكندير داك اللعبه ديال حتى كنقول صافي العمر ديالي غادي يخرج، كنحس بشي حاجه كتخرج مني، عرفتوا؟ بديت كنغوت، كندوش وكنغوت. وراجلي كيقول لي ها امي دخلي عندها، كتقول لي غير خليها ولدي الله يرضي عليك، راه الحمد لله في البيت الشريف، راه في الارض ديال الله سبحانه وتعالى، راه حنا ضياف عند الله، ما تخاف عليها حتى شي حاجه، هي خليها. مسكينه الهضره كانت كتلف ليها فمها، حتى هي تاثرت وبقيت فيها. وانا كنعوم وانا كنبكي، نعوم وكنبكي، نعوم وكنبكي، حتى حسيت بداك الشيء البنات كيخرج مني. تصوروا حسيت بديك الشيء خارج مني. صافي الحمد لله دوشت، ارتاحيت، رجعت مشيت نعست، غير صليت ورجعت نعاس. انا نعس وربي ما نعس، وانا نحلم واحد الحنش تعبان صفر خارج ليا من فمي، صفر. المهم ديك الخرجه اللي خرج من فمي في ديك الوقيته اللي انا غادي نغوت، هي عكوسي شداتني، يعني شافتني تختف صافي غادي نغوت، هي شدتني قالت لي بسم الله عليك. كانت مسكينه معايا في الشومبره اللي كنت انا ناعسه فيها. المهم حسيت براسي خفافيت. قلت لها خالتي، قالت لي نعم. قلت لها انا ها شنو حلمت؟ قالت لي الحمد لله بنيتي، هذاك الا كان شي سحر راه مشى بحالاته، الا كان شي جن هو اللي كيتسخر على هذا السحر هذا راه مشى بحالاته، والله يبعدنا عليهم ويبعدك عليه، الله يبعدنا عليهم ويبعدهم علينا. المهم نط مرتاحه الحمد لله. وهنا اول مره غادي فاش نشوف الزوج ديالي قلبي غادي يصر وغادي نفرح. تصوروا كيف ما شفتو باللي زوين وباللي النور في وجههم، حتى في الخطر ديالي تبدلت. البنات راه ما عرفت شنو كيفاش تصوروا كيفاش غادي نعاود لكم هذا الشيء هذا راه في شي شكل. المهم الحمد لله، واخيرا تخلصت من داك الشيء اللي فيا، وليت مزيانه، وليت بخير وعلى خير. كملنا المراسم ديال العمره ديالنا كامله، من بعد غادي نرجعوا بحالاتنا لديك الدوله فين كاين راجلي. فاش مشينا جاني الشوق ديالي على والديا، وبيني وبينكم مازال انا وراجلي ما دار بيا الدخله ما والو، مازال كنعس بوحدي، مازال عطيني شبر اتساع، مازال كينتظر انني انا يعني نكون مستجيبه، انا اللي نمشي عنده. ما باغيش يبزز عليا وما باغي يدير معايا حتى شي حاجه انا ما باغياهاش. وبالخصوص ملي كنت انا رافضه في الاول، كان كيقول انا نمشي ندير معاها شي حركه ولا تصدق قلب عليا الدنيا، اللهم خليها تجي من عندها. فعلا بقيت معاها هكذاك على داك الريتم. في الاخر لقيت الحنين والشوق غلبني الوالديه، وليت كل نهار كنبقى نبكي ملي كيسولوني مالكي، كانوا خايفين مساكن غير ترجع لي الحاله. كنقول لهم توحشت والديا، بغيت نشوف والديا باي طريقه. كان كيقول لي غير صبري والله تنديك عندهم. المهم كل مره كانوا كيصبروني. بالنسبه ليا كنت عايشه معاهم زعما بخير وعلى خير، ما خاصني معاهم حتى شي حاجه. راجلي محترمني وما عمره زعما قلل مني ولا قال لي يعطيني شي حاجه ولا انا راه راجلك نهائيا. شحال مره كيهد عليا كيقول لي الا كنتي تخافي نمشي نعس معاك، كنقول ليه حجر كيشدك، ما عندك علاش تنعس معايا، ما عندي علاش نعس معاك، ولا واحد ينعس بلاصتو. كيبقى يضحك عليا، ولكن كان واحد الانسان اللي صابر وبغاني بصدق. المهم هي هذيك، انا فين اصرت اكثر من الاول باش نشوف والديا. صافي قال لي بغيتي تشوفي والدي، كنكملوا الاجراءات ديالنا ونقاد لك شي مسائل وغادي نهبطوا للمغرب وشوفي والديك. مع العلم ان داك الوقيته
كانوا التليفونات وكان بامكانهم يهضروا معايا، ولكن ما هضروش معايا نهائيا. وباش يهضروا خصهم الفيكس. عمي كان عندهم الفيكس، اما حنا كان واحد الوقيته كان عندنا، ولكن من بعد خسر، حيت الراجل فاش قلت له هضر مع الوالد ديالي قال لي الفيكس ديالهم خسر. ما عرفتش شنو السبب، مي قال لك الفيكس ديالهم خسر، ولا ما كانش باغيني نهضر معاهم، ولا الله اعلم. المهم هي هذيك بقينا واحد المده، حتى لواحد النهار قال لي وجدي راسك. قلت ليه علاش؟ قال لي غادي نهبطوا للمغرب. قلت ليه ولكن واش كتهضر معايا بصح ولا كتضحك معايا؟ قال لي امتى جيت عندك وقلت لك يلاه صبتي للمغرب وضحكت معاك؟ قلت ليه ما عمرك ما قلتيها لي. قال لي دونك انا ما كنضحكش معاك، يلا جمعي راسك ويلا نهبطوا للمغرب، ياك باغي تشوفي والديك؟ قلت ليه باغا نشوفهم. كان داك الوقت غادي تهبط معنا عكوزتي. فعلا غادي نهز راسي وغادي نجمع حويجاتي وغادي نهبط مع راجلي للمغرب. واخيرا غادي نشوف الوالدين ديالي اللي كنت كنحماق عليهم. واخا الصراحه كنت خديت عليهم وخديت منهم موقف ديال انهم زوجوني بواحد الراجل بهذه الطريقه، وخلاو يخطفني وخلاوني عايشه على اعصابي ديك المده كامله. ولكن ماشي مشكل، هما كانوا باغيين المصلحه ديالي، وكانوا باغيين باي طريقه يبعدوني على مرات عمي باش ما تزيدش تدمرني. فعلا هبطنا ومشينا نيت لديك الفيلا اللي كنت فيها. واخيرا عرفت ديك الفيلا فين كاينه. ديك الفيلا كاينه غير مع الطريق، ماشي خارجه بزاف، وانما هي كبيره بزاف. يقدر الانسان تما واخا يغوت الصباح والعشيه ما كاينش اللي يسمعو، حيت الفيلا كبيره 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 فوق ما كتخيلوا. صافي هذيك جاو داني راجل تما، بقينا تقريبا 3 ايام. عاد لحقوا بينا والدينا، تلقيتهم واحد الصباح داخلين. كذبش عليكم، طرت على الوالد وطرت على الوالده، بقيت نعنق ونبكي هما كيقولوا لي صافي ما تبكيش. هما كيبكيو وانا كنبكي، بغى القلب ديالي يسكت، بغى عقلي يخرج من بلاصتو. المهم لومتهم وقلت لهم علاش زعما درتو لي هذا البلان، كان عليكم بعدا غير تشاوروا معايا. قالوا لي واش نتيا كنتي دايره بحال شي حمقى، بقالك غير الناس تشدي الحجر وتبقاي تضربي به عباد الله، ونجيو نتشاوروا معاك، نتشاوروا مع شي واحد اللي بعقلو، ماشي نتيا كنتي حمقى مسطيه. وراه مرت عمك هي اللي سطاتك وهي اللي حمقاتك، وراه حلفه فيك لحد الان، راه والله ما دوزها لك. المهم الوالد ديالي بقى كيعاود ليا شحال، قال لي يا بنتي حتى المشعوذ اللي خدم لها ديك الخدمه هذيك، قال لي عرفتو شكون هو ومشيت عنده طلبتو ورغبتو. قال لي الاسرار كاملين باش خدم، ولكن ما بغى يبطل ليا والو. قال لي الا بغيتي نبطل لك خصك القد وراجلك ما خلانيش. قال لي انا غادي نتبع على الرقيه، ما يبطلها ما تبطلو. المهم هي هذيك، قال لي الوالده بنتي انا هربتك من مرت عمك، كون بقيتي معها يعلم الله شنو كدارت فيك. حمدت الله وشكرته انك دابا راكي بخير مع راجلك. صافي بقاو معايا الوالدين ديالي تقريبا شي 15 يوم، ناضوا مشاو بحالاتهم، رجعت انا بحالاتي ولكن بالدموع، ما سخيتش بهم نهائيا. قلت لي دابا الوالد انا ما نقدرش نجي عندكم للدار. قال لي بنتي ما عندك ما ديري تما، ان شاء الله حتى نرحلوا نعزلوا ما نبقاوش تما، ديك الساعه مرحبا بك بحدنا، رحنا تما حدا عمك ومراتو، راه ما غاديش تعيشي مزيانه. قال لي من الاحسن هانتي دابا عايشه هنايا بخير وعلى خير مع راجلك، معززه مكرمه، مامنوا عليك، ما غيخصك معاه والو، غير ديري عقلك بنتي الله يرضي عليك، وفاش توحشينا حنا نجيو نشوفوك. صافي هي هذيك رجعنا بحالاتنا وانا كنبكي، ما سخيتش بهم نهائيا. عرفتو خلاوها عليا خاويه، بقيت موراهم 3 ايام بالحساب ورجعنا بحالاتنا. يوم اللي رجعت راجلي كيراود فيا، عافاك ما تعافاك عافاك ما تعافاك. المهم بقى معايا تقريبا شي 3 شهور، عاد غادي نديرو الدخله ديالنا. اجيو البنات، اجيو تطلعوا عليا في الليله ديال الدخله، ناري البنات بحال داك الشيء عاد جدد عليا. ما نكذبش عليكم الا قلت لكم الليله ديال الدخله جا عندي راجل ما عندوش الملامح. عرفتوها، مع انا كنت كنحشم وكنت قلت ليه عافاك الا بغيتي نديرو الدخله غير تفضوا كاع ما تشعلوش. ايوا غير هو تفضوا انا يبان لي واحد الوجه ماشي بنادم، ماشي ما عرفتش شنو داك الويل هذاك، راه نقول لكم وحش ماشي وحش، انس ماشي انس، جن الله اعلى واعلم. المهم داكشي هو كيتفضوا، داكشي كيبان ليا، كنوض كنغوت هو كيشعل الضو، ما كيلقاو حتى شي حاجه. دوزها عليه ديك الليله ديال بصح. في الاخر سمح فيا وما قال لي صافي انت باينه فيك باقا متاثره، وما كنظنش ان السحر صافي ما بقاش فيك، انت حيدي عليك دابا غير الوساوس ديال الشيطان. يوم هذيك الليله وانا في الكنار تصوروا ما نقدرش نطفي الضو، مستحيل، ومن سابع المستحيلات ولحد الان ولحد الساعه وصلت لواحد العمر ولدت ولادي وكبروا الحمد لله، لحد الان ما نقدرش انا الناس بلا ضو.
المهم هي هذيك بقينا واحد المده عاد درنا الدخله وعاد قدر هذا الراجل يدخل بيا، واخيرا وليت مراته يعني كيف ما كيقولوا بالشرع والقانون. صافي بقيت معاه تقريبا 3 شهور غادي نحمل. ايوا الحمله الاولى ديالي دازت عليا فيها، غير وصلت 3 شهور طاح ليا ديك الشيء. الحمله الثانيه غير وصلت ل3 الاسابيع طاح ليا ديك الشيء. راه 5 ديال الكروش البنات، الا قلت لكم 5 ديال الكروش اللي طيحت وحده مورا وحده ما غاديش تيقوني. عاوتاني بدينا الرحله ديال العلاج. قال لي راجلي شتي شنو غادي نديرو؟ قلت ليه شنو؟ قال لي غادي نمشيو للعمره. قلت ليه واش بصح؟ قال لي ما كنموت على العمره، الا بغيتي تفرحيني قولي لي يلاه تمشي ديري العمره. مشيت وانا فرحانه وطايره بالفرحه، وعندي داك الشوق الكبير باش نمشي للكعبه ونشرب الماء ديال زمزم. فعلا مشينا دوزنا 15 يوم، شربت الماء الحمد لله بنية الشفاء والحمد لله. غير جيت حملت ما طاح لياش بنادم، ولدت ولدي الاول ولكن تعذبت. راه 9 شهور كامله الا كان نعس يا خواتاتي وكنشوف النعاس هي كنحط راسي على المخده كيجيني ديك الراجل عزكم الله كيبغي يمارس معايا، كيبغي يزول لي حوايجي. المهم ديما خالعه راجلي، ديما مسكين ركبت فيه الرعب، كيقول لي الشكوى معك سيدي ربي من نهار شفتك ما شفت الربح. هو واخا كان كيقولها بالضحك ولكن والله العظيم الا فعلا كنت مودبه ودبته في حياته. عرفتو ندمتو على النهار اللي بغى يتزوجني فيه حيت عذبته. راه سنوات وحنا على هذا الحال، سنوات ولحد الان قلت لكم والله ما كنضم شعول ايا ما نكون انايا على راحتي. المهم دازو سنين الحمد لله، ولدت ولدي الاول، ولدت بنتي من بعد منا. الولد الثالث عاوتاني غيبقى عليا اجهاض، غير حملت بولدي دار 6 شهور. المهم الدري مفروز وانا عاوتاني تجيني حاله اجهاض. عاوتاني هزني راجلي داني للعمره. الحمد لله غير كنمشي للعمره ربي سبحانه وتعالى كيفتح ليا عزامي وكنولي مخيره. ونصيحه اختي امينه اي وحده كتعاني من السحر والشعوذه تمشي وتشرب الماء زمزم بنيه الشفاء. راه والله العظيم كيف ما قالوا الولا ماء زمزم لما شرب له. صراحه درت النيه فيه، وفين ما كتحرقني شي حاجه ولا كنحس براسي ما مزياناش ولا راجلي كيشوفني عيانه ولا كيقول لي يلاه نديروا العمره. عرفتوا دابا حاليا دايره 5 ديال العمرات الله يقبل، وفي كل عمره كنمشي ما كنسخاش نجي. عرفتوا كنمشي فرحانه وكنجي كنبكي، ما كنسخاش نهائيا. قلت لكم من بعد الحمد لله ما ولدت وليداتي، ولدت الحمد لله 2 بنيات و2 ديال الذكوره. الحمد لله وليداتي في اتم الصحه والعافيه، كانوا مزيانين ما كيعانيو حتى شي حاجه الحمد لله. واخا الصراحه شربت معاهم العذاب وتماره، وعقوستي مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها حيت ما تسات الوليدات كانت هزه معايا النص الكبير. والله العظيم لا شحال من مره كتقول لي بنتي نعسي انا غادي نهزهم، كان ولادي كيبكيو لي بزاف. ما كان فيا الشوق ديال الدراري، كنت كنولدهم شي مورشي. ومع داك الطيح الاجهاض والتسطيح اللي كنت كنطيح، عرفتوا يا البنات الصحه ديالي النص الكبير فيها طاح. المهم حتى لواحد الوقيته اللي غادي يزغبني الشيطان وغادي نمشي للمغرب، وتصادفت مع واحد الموت ديال واحد خالتي، وقلت لهم والو خصني نحضر في ديك الموت، والو خصني نحضر ربي كبير. داك الوقيته كانت رجعوا عمي ومرات عمي العلاقه ديالهم مع الوالده ديالي. ايوا فاش ما تسختها قال لك سيدي هما خصهم يمشيو يعزيو، وباش تشوفوا النهار اللي مشاو هما يعزيو فيه حتى حنا مشينا. تصادفت مع مرت عمي وراجلها، ما عرفتش البنات واش غير العين ولا غير الوسواس انايا دار ليا بحال هكذاك. مع كنت ديت وليداتي تبارك الله ايه في الجمال، اما انا وليت بحال العوده. عرفتوا اللي شافني كيبقى حال فيا فمو، لا من ناحيه الجمال لا من ناحيه الصحه. وليت مخيره مع سنوات طويله وانا غابره عليهم. يوم مني شافوني كحلوا بالعمى، وخصوصا ما شافوني مع هذاك. المهم قولوا كثروا قللوا عليا، ما خلاو ما قالوا فيا، ردوني هربت معاه، ردوا بزاف ديال الامور وبغاو يجبدوا الدواسه ديال شحال هادي. وقال لك سيدي نتبعوها قانونيا، حنا كنا خاطبينها وحنا عقدنا معاها ونتهربت. اما ولد عمي الحمد لله ما تصادفتش معاه. قال لك ولد عمي باللي مشى لواحد المدينه تزوج بواحد خيتي تما، ما بقاش كاع كيجي عند مو. الحمد لله هذاك تهنيت منه. اما مرات عمي ما عرفتش واش كانت هزه معاها شي عجب واش الله اعلم، ما عرفتش. المهم انا اللي كنعقل عليه مشيت درت معاهم الواجب، عزيت مع لقيتها تما. عرفتي امي قالت لي يا كسلي ما تشوفيش من موراك، هزي ولادك وسيري علاش جايه.
المهم ما نكذبش عليكم، من تما يا خواتاتي والوليد الكبير معكس ليا. كان الدري داير بحال اش غادي نقول لكم، حطيه على الجرح يبرد. الدواء الدري الدواء، واخا مربين في اوروبا الصلاه والعباده وكيقول لك غير وها ماما، ما كيعليش عينيه فيك. الدري ولا مسروس، غير تهضري معاه يهز عليك كتافو. ناري موينتي شنو درت في راسي. راجلي رجع كيلومني صباح وعشيه، كيقول لي يا لاله واش داك نتيا يا لاله تمشي تدينا عند خالتك ماتت، مشات الله يرحمها، وانت ديتينا جبتي لنا غير الويل والهم. ولكن العيب ماشي فيك انت، فيا انا اللي تبعتك. المهم لامني ولمت راسي بزاف والله العظيم البنات. من هذيك الوقيته وانا ولادي مراضين وما عندهم خاطر، والولد الكبير غيهضر جوج كيهز عليا كتافو. والله ما عرفت ما ندير، عرفتو راني حاصله الحصله ديال الصح. كنتمنى من الاخوات الكريمات ينصحوني ويقولوا لي شنو ندير. باينه هذه شي لعنه تابعاني، وباينه مرت عمي جددت ليا السحر. باينه اما عندها تصويرتي واما عندها محوايجي والله اعلم. المهم مرت عمي باينه كدير ليا شي حاجه، حيت حسيت حتى بالوجه ديالي تبدل عليا، صحتي بدات كطيح، وليداتي ما بقاوش هما هادوك، انا وراجلي ما كنتفاهموش. اش غادي نقول لكم، كنحس براسي ان شي حاجه كدار ليا، بحال نقولوا بحال شي حجاب كيهزوا الريح. ام ديالي دائما ملي كنقول ليها ونشكي عليها كتقول لها بنتي انت اللي درتيها لراسك، علاش انت اصلا جايه في الاول؟ كان عليك تجلسي في دارك ما تجيش، خالتك ماتت ومشات عند الله، علاش جايه؟ المهم انا داك اللوم وداك العتاب كامل ما كنتش كنبغي نسمعو من شي واحد، حيت صافي داكشي اللي قسم الله. انا اللي درتها لراسي وراني نادمه بزاف، وكنتمنى سيدي ربي يعفو عليا ويعفو لي على وليداتي. والله البنات ما عرفت ما ندير، حاليا راني عايشه مقهوره وعايشه الكحله. انا عارفه راسي اختي امينه طوالت بالقصه ديالي وعارفه قصتي، راه والله العظيم وجيت نبقى نعاود راه ما غاديش نسالي. كاينين احداث بزاف، احداث وحدين اخرين عايشينهم، لدرجه ان تصوروا راجلي في الخدمه ديالو ما بقاش هو هذاك، ديما كيتشكى ليا. مؤخرا قال لي الله يرحم لك الوالدين ما تبقاش تكثري عليا الشكاوي، انا كنشكي عليك راه كتبكي انت والحجر. كنقول له غير مالكش عندك، كيقول لي عندي المشاكل، راسي مطبوخ، عندي المشاكل، خصك تفهمي بلي انا مشكل وعندي المشاكل. مؤخرا عاد جات عندي واحد اختو هضرت معايا، قالت لي عافاك فلانه ما تضغطيش على خويا، راه جا كيتشكى لي منك. قلت لها كيفاش جا كيتشكى مني؟ ما انا مؤخرا وليت كنشكي عليه وكنقول ليه انا ما عرفت مالي وما عرفت شنو غادي ندير، وانا وراسي ضارني ولادي ما عرفتهم ما غادي ندير ليهم. قلت لي ما تكثري عليه والو، ديري لولادك الرقيه وحمدي الله وسقري، انت اللي درتيها لراسك، انت عايشه مزيان، علاش لا تغدي للمغرب وتمشي عند خالتك؟ قلت لي انا هذيك خالتي ما حسبليش غادي نلقى مرت عمي تما، كون كانت وفات عمتي ولا شي حد من العائله ديال بابا ما غاديش نمشي انا اصلا عندهم، حيت اكيد غادي تكون هي. ولكن انا قلت خالتي ماتت هي ما غاديش تجي، واصلا هي امي ما كانوش مزيانين. المهم كانت كتقول لي شوفي اللي بكى ورا الميت غير خساره، دابا لقاي الحل غير بينك وبين وليداتك وبينك وبين الله، وخويا خليه راه غادي يحماق غادي يتسطى، راه عنده مشاكل بزاف وسني على واحد الورقه بالغلط وراه دايره له المشاكل. قالت لي يا حمدي الله وسقري، ربي يطيح فيك ولد الناس اللي راه بعدا على الاقل كيتفاهم. قالت لي خويا مسكين هذه ملي تزوج بك وهو في المشاكل. هي الصراحه ماشي كتحشي فيا الهضره ولا كتعايرني، لا بالعكس، الصراحه هي انسانه ظريفه، كاع العائله ديالهم كيحماقوا عليا، عائله راجلي كلهم كيقدروني وكيحترموني، هي غير وضحت لي شي امور. كنهضر معاه قال لي هضري معاه تخليني ترونكيلي لا بين محل المشاكل ديالي. وهذه هي قصتي اختي امينه، وكنتمنىك تدعي معايا ويدعوا معايا الاخوات الكريمات، الله يجزيكم بخير، وإلا عندكم شي نصيحه فيدوني بها، راني ما عرفت ما ندير. والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هاد الاخت هذه وكيف ما عاودتها لينا، وهذا كان الجزء الثاني من القصه. وعاودت لكم كيفاش وقع حتى هاد السيد هذا بقى مده طويله عاد تزوج بها. فهاد السيده هذه قالت لك اختي انا من بعد ما وقع لي كاع داكشي كامل وعاودت لينا كامل داكشي، دابا حاصله في هذا المشكل هذا اللي جات تعاود لينا عليه، ديال انها كتظن ان السحر تجدد ليهم، فمن حقها من حقها من حقها من حقها تشك لان هي ما وقع ليها هذا الشيء حتى النهار ديال داك العزول اللي مشات ليه اللي تقلبت فيه حياتها. فشوفي اختي الكريمه، انا غادي نرجع غير للقصه ديالك وغادي نجبد لك منها الحل. الحل ديال المشكل راه كاين في القصه،
البنات اللي عرفتني شنو غادي نقول او اللي عرفاني يعني عارفه شنو هو الحل اللي غادي نقول، خليو لي في الكومونتير. وبغيت نذكركم الله يعطيكم الخير القصه ديال السيده اللي كانت سمحت بنتها في المحطه ديال الكار والمده ديال 37 و 35 عام، واخيرا كاين فيها واحد الجديد غادي تبكي بقوه الفرحه. فخليكم البنات مع هذه القصه تتساليوها ومن بعد تسيروا لديك القصه هذيك، لاننا ان شاء الله باذن الله راه غادي نديروا واحد اللايف مباشره من مدينه الناظور الى ربي قسم وبغاو بطبيعه الحال الناس المعنيه. فانا مازال عاد راني كنستشر معاهم، ونتمنى ان شاء الله يقبلوا اني نصور هذوك اللقطات اللي غادي يكونوا ما بين اللقاء ما بين الام والبنت ديالها لهذه المده كامله. فنتمنى ان شاء الله البنات تدخلوا ديك القصه وراه تلقاوها تما في لاشين. يلا حطيتها يعني هذا الفيديو غادي نحطو لكم الجمعه ان شاء الله الى كتاب. هذيك القصه حطيتها الخميس، قصه حطيتها في قناه الرسميه ديال البنت اللي سمحت بنتها في الكار. المهم الكبيدات ديالي بالنسبه لهاد السيده بغيت نقول لها الحل عندك وراني جبدته منيت من القصه ديالك انت اللي عاودتي لنا اختي الكريمه انك في الاول ملي وقع لك هذا المشكل حلمتي بالعمره ومشيتي وتحلك المشكل الاول، وليتي كتجهدي وجهدتي 5 ديال الوليدات وفين ما كتبغي ديري الكرش كتمشي العمره، وربي كيجيب التيسير حتى هذه المره سيري للعمره. مادام انك تبارك الله برزقكم ميسر عليكم الحاله والدنيا عندكم سانكساك من الناحيه الماديه، سير اختي هزي وليداتك وسيري بهم للعمره لعل وعسى تلقاي الحل. انا متاكده انك غادي تلقاي الحل. الشفاء ديالك او الروحانيات ديالك سبحان الله كيتشافاو بهذوك الاجواء ديال العمره وهذاك التقرب الى الله من خلال العمره والمناسك العمره وشرب ماء زمزم. بطبيعه الحال ماء زمزم لما شرب له. فحاولي انك ديري مع الزوج ديالك الا بغى يمشي معاكم، ما بغاش تبارك الله عندك وليداتك سيري انت وياهم وسيروا ودوزوا واحد 15 يوم ولا سيمانه ولا 10 ايام اللي قديتوا عليه وبنيه الشفاء ان شاء الله، والله يدير لك اللي فيها الخير. ومره اخرى ما ترجعيش وجهك للعائله لا الراجل عفوا لا الام ولا الاب، يعني خليهم بعادين. انت وقع لك مشاكل مسبوبه على سبه خليك بعيده من الاحسن. انا كنقول من الاحسن الا بغيتي تربحي داك الشويه اللي باقي لك الصحه وتربحي وليداتك وما تلقايش المشاكل مع الزوج ديالك وهو تراجلك دابا عنده المشاكل. فالله يبعد علينا وعليكم شر الخلق يا ربي، لما تبعد علينا وعليكم شر الخلق. هادشي اللي نقدر نقول لكم. شكرا لكم والسلام عليكم.